إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو عن بسكويت العيد. هنعمله النهارده معانا بالبرتقال. هتكون المقادير معانا ايه؟ معانا كيلو دقيق، معانا كوبايه سكر، كوبايه برتقال، معانا هنا بشر برتقانتين، ومعانا كيس بيكنج باودر، ومعانا كوبايه سمن وربع زيت وربع كوبايه زيت، ومعانا هنا بيضتين. روح البرتقال. معانا الخلاط بتاعنا وهنحط فيه كل المقادير بتاعتنا. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحطه في الفرن، واول ما يطلع اوريه لكم. بس ده تقفوا جنبيه وهو بيستوي، لان ما ينفعش انك انت تحطيه وتقولي خمسه كده وابص عليه، لا، لان ده بيستوي بسرعه. اسويه وارجع لكم يا قلبي. ايه رايكم يا حبايبي؟ ادي شكله بعد ما طلع. شايفين شكله والوانه؟ شايفين شكله؟ ما شاء الله على ريحته، ما اقولكوش ريحته تحفه. والغريبه هنعملها بطريقه جميله قوي، بطريقتها سهله قوي قوي. معانا هنا 3 كوبايات دي، ده المعيار بتاعها. ومعانا هنا كوبايه ونص سمنه، برضو ده المعيار بتاعها. ومعانا هنا كوبايه سكر، لان هي ممكن تبقى كوبايه الا ربع سكر، بس هي كوبايه سكر علشان الكوبايه دي اصغر من دي. ومعانا هنا زبيب للتزيين طبعا، وفول سوداني، وباكوين فانيليا. طب ما تيجوا كده مع بعض ونشوف. اول حاجه معانا هنا السمن بتاعنا، هنمسكه الاول نفرده كده. لازم تكون في التلاجة حطها من تحت كده علشان تجمد وتبقى ماسكه متماسكه بالشكل ده. وجيبيها وتكسريها بالشكل اللي انا بعمله ده كده، وتبتدي تسيحيها على قد ما تقدري بايديكي. بس اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحط عليها السكر. خلصنا الصينيه بتاعتنا وده شكلها كده. هنحطها في الفرن، وده ما بتاخدش وقت في الفرن يا جماعه. ده بيستوي بسرعه، وما تستنيش لما وشه يحمر او يصفر، لان الغريبه بتبقى بيضه. هي بتاخد لها يعني في حدود بتاع من 4 دقايق ل5 دقايق كتير قوي. وبرده تبص عليها على حسب كل فرن، ومش زي التانية. في فرن بتقعد كتير قوي، في فرن بتقعد قليل. كل فرن حسب الغاز بتاعها. مني حبايبي، بصي نزلت السمنه مكانها ازاي. طب امتى يا ماما نعرف بقى انها استوت؟ لما شكلها يتغير، يبقى شبه الغريبه اللي احنا بناكلها، وفي نفس الوقت يبقى معاكي حرف السكينه رفيع كده، ترفعي الكعب بتاعها تشوفيه. لو الكعب بتاعها بقى لونه ذهبي حلو خفيف كده، تطلعي الصاج بسرعه وتحطي غيره. كده حبايبي استوى معانا. ازاي يا ماما نعرف انه استوى؟ اول حاجه قربي كده زوم. بصي حبيبتي، التشققات دي لما تلاقيها في قلبيها ولونها اتغير، ما بقاش لون العجين، بقى لون الغريبه اللي انت بتاكليها، تطلعيها. في حاجه تانية، لو تبص لتحت شويه هتلاقي هنا الكعب بتاعه احمر، الكعب من هنا احمر او اصفر. اما تبرد خالص تقدري تفكيها بكل سهوله، تمسكيها كده تلاقيها اتفكت معاكي، وانت بتفكيها بتمسكيها من هنا كده وتعمليها كده، هتلاقيها اتفكت معاكي. او بسن سكينه او حاجه، وتروحي شايلاها كده، وتروحي شايلاه من مكانها ورصاها. ادي حبايبي شكله بعد ما هدي خالص الصاج. اول ما الغريبه بردت، رحت انا جايباها ورحت رصاها بالشكل الجميل ده. كحك العيد. معانا هنا حوالي 2 كيلو دقيق، معانا هنا كيلو سمنه. طبعا هناخد منه مش كيلو كامل، هو مخلط زبده على سمن.
معانا هنا سمسم، معانا معلقه ملح صغيره، معانا روح الكحك، معانا حوالي كوبايه ونص لبن، بس هنعجن بيها مش هنحطهم كلهم لحد العجينه ما تلف معايا. ومعانا ريحه الكحك، ومعانا بيكنج باودر، بس ايه مش هنحط خميره، لان يعتبر ان الكحك ده من البسكوتات مش من المعجنات. ومعانا هنا 50 جرام سكر. نبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنجيب كل الحاجات اللي هي النواشف بتاعتنا ونحطها على الدقيق. كده يا حبايبي طلعناها من الفرن، وادي شكلها بعد ما استوت. شايفين شكل الكحكايه شكله ايه؟ ايه رايكم في الكحك بتاعنا؟ اللهم بارك عليه وعلى طعمه وعلى ريحته، تحفه تحفه. كده ايه رايكم في جماله؟ يا رب يكون فيديو بسيط وسهل للبناتي، ويا رب يكون حاز على اعجابكم. كل سنه وانتم طيبين. ان عجبكم ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميله لبيت المنى. اشوف وشكم على خير. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.